السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو جبنا لكم 3 ديال الأخبار حارقة على نجوم المنتخب المغربي، والأمر يتعلق بكل من نايف أكرد نجم نادي ويست هام الإنجليزي، وحارس الهلال السعودي ياسين بونو، والجوهرة المغربية الجديدة نايل العناوي نجم نادي لانس الفرنسي. ولكن قبل ما نبداو ما تنسوش الإخوان دعمونا بواحد الاشتراك باش يبقى يوصل لكم دائما الجديد، وواحد لايك للفيديو إلى عجبكم الفيديو بطبيعة الحال. وخلينا نبداو مع نايف أكرد المدافع الدولي المغربي اللي اعترف بصعوبة المواجهة ضد نادي توتنهام الإنجليزي، حيث صرح بأنه كل المباريات الدوري الإنجليزي تظل صعبة، وأن الفوز فيها هو أمر لا نقاش فيه ومطلب جماهيري. وقال كذلك بأنه منذ انتقاله إلى نادي ويست هام صيف 2022 لم يلعب أي مقابلة سهلة، وأن جميع المقابلات تلعب بنفس الإيقاع سواء كان منافس نادي توتنهام أو غيره. أما الخبر الثاني اللي كيتعلق بحارس الهلال السعودي ياسين بونو، واللي قدر والحمد لله أنه رجع للتدريب، حيث أنه خاض رفقة المجموعة حصة تدريبية هذا اليوم تحت إشراف المدرب جيسوس، استعدادا لمواجهة نادي الطائي غدا الجمعة بإذن الله على الساعة 4 بتوقيت المغرب. هذه المباراة اللي غادي ياخذها زملاء بونو بأريحية قليلة بعد ما وسعوا الفارق بينهم وبين الوصيف نادي النصر إلى 4 نقاط. والمفاجأة في هذا الفيديو هو إعجاب وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي بموهبة نادي لانس الفرنسي نائل العناوي، واللي كيشوف فيه حاليا أحسن خيار بديل للمحارب سفيان أمرابط لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد. وكذلك رجحت العديد من التقارير أن السفر الأخير لوليد الركراكي لفرنسا كان من أجل إخباره بأنه سيوجه له الدعوة في الفترة المقبلة. وبالمناسبة فنائل العناوي هو نجل أسطورة التنس المغربي المعتزل يونس العناوي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.